كبيرة سن، قالت لا واحد من عيالها يا ولدي، قالت أبغى أدرس وأتعلم أكتب وأقرأ علشان أبغى أقرأ القرآن. الله أكبر. أشوف في رمضان كل يقرأ القرآن إلا أنا ما أعرف أقرأ ولا. قال أبشري والله، يروح ويدخلها في مدرسة محو الأمية. المهم منها ما لقيت علم في مدرسة محو الأمية، والله لقيت من الجريش ومن القرصان ومن السوالف ومن القهوة. المهم راحت أيامهم عصريات. ويجي هاك اليوم تجي زوجة الولد ذا الكبير، قالت يا عمه ها بشري، تعرفين تقرين تعرفين تكتبين؟ قالت والله يا بنتي إني لا أقرأ ولا أكتب، نروح نتقهوى وعلى ذي الخيرات اللي الله سايقنها. المهم مسكت الزوجة الولد، قالت شوف عمتي تروح لذا الحين والله لا قد تعلمت كلمته ولا حتى أخذت حرف. سبحان الله. قال يعني الجهد ذا كله فاضي. مسكها بس يبغى يشوفها متعلقة بالمدرسة يا جلال السلام، ولا يبغى يقطعها ولا يبغاها تضيع وقتها. يكفي طلعتها وجلستها معه. قال يا أمي إيش رأيك المدرسة دي خلاص تركيها وارتاحي في البيت، وذا الظاهر إن ما في فايدة، يعني ما في استفادة، ما فيها استفادة. قالت لا والله يا ولدي إننا نستفيد. هي من قطع قلبها تبغى الجمعة ذي وتبغى القهوة وتبغى، إلا والله إني استفيد. قال يا والله إذا أنت تستفيدين أبشري والله ما منعش، بس أنا إذا ما فيها فايدة. قالت لا تبغى أعلم لك إني أقرأ وأكتب؟ قال يلا توكلي على الله. هم مارين من عند حلاق. قالت بقرأ لك كل واحد ذي. قال يلا. قالت لا حلاق. قال ما شاء الله خلاص والله اني ما هذا، بس يومي شوفي ما مكتوب حلاق مكتوب صالو. عشان يخليها على شافت الرجال يحلق داخل، قالت اكيد ان اللي مكتوب حلاق. قال خلاص والله